أهلا بموسم المدارس. مع بداية موسم المدارس بيبدأ الصراع الأزلي والخناقات بين الأمهات والأطفال. يلا يا حبيبي ذاكر، يا حبيبي يلا خدت ايه في المدرسة؟ والله يا ماما خدت حاجة. أيوة عملت ايه في المدرسة؟ ما عملتش حاجة. طب اسألني بالراحة. تعالوا نتعلم ازاي نسأل على ابني عمل ايه في المدرسة. مش لازم أسئلة مباشرة وصريحة، ومش لازم أقول له أسئلة وكلاء النيابة بتاعت يلا قول لي انت عملت ايه. تعالوا نسألها بطريقة تانية. تعالوا نسأل مثلا انت عملت ايه في حصة الماس النهاردة؟ الميس اديتكوا ايه في العربي؟ يا ترى نزلتوا تلعبوا في البريك؟ طب انت عملت ايه مع اصحابك؟ اخبار محمد ايه؟ كانت في خناقات النهارده في المدرسه، ايه ده عملتوا ايه؟ وابدا افتح انا معاه مواضيع، فهو تلقائي هيجي يحكي لي. اديله الامان في ان هو يحكي. احكي لي عملت ايه، وابدا يبقى عارف ان هو مهما حكالي انا جنبه وانا في ظهره. لو جه قال لي يا ماما الميس النهارده زعقت لي، ما ينفعش اجي اول حاجه اقولها له اكيد انت عملت حاجه غلط. طب ما يمكن هي فعلا في حاجه، اقول له ايه ده زعقت لك؟ اكيد انت متضايق. طب ايه اللي حصل خلاها تزعق لك؟ او لو جه قال لي صاحبي مش عايز يلعب معايا، اكيد انت عملت له حاجه. طب ما اسمعه. مهم جدا اعرف مشاعر الطفل، مهم جدا اعرف هو متضايق من ايه، وابدا اديله الامان واسمع الاول قبل ما هاجمه، واسمعه واشوف هو ايه اللي مضايقه، ايه اللي حصل، اسمع بالتفصيل قبل ما ابدا اهاجمه. حاجة تانية ان احنا داخلين دلوقتي على الدراسة من الاول خالص. احنا بقالنا شهور في الاجازة، بقالنا شهور ما فيش صحيان بدري، ما فيش في النوم متأخر، كل وقتنا على التابلت او الموبايل، او طول الوقت احنا بنلعب. ما جيش بقى مرة واحدة خبط لزق كده واقول له يلا احنا هنذاكر، يلا احنا هنصحى بدري عشان المدرسة، مفيش تابلت، مفيش. لا، احنا من الاول كده نبدأ نهيئه بالراحة، ننظم النوم بالراحة وننظم النوم تدريجيا. ابدأ اقلل فترة التاب واقلل فترة اللعب. نبدأ نخرج، نعمل المدرسة ده جو لطيف، ان احنا نروح نشتري السبلايز بتاعتنا وهو اللي ينقي، اخليه يبدأ هو يختار هو عايز ايه وينقي معايا. نبدأ نيجي ليلة الدراسة ونحط اللبس بتاعنا ونجهزه، علشان بكرة في حاجة جديدة وفي حاجة جميلة. زي ليلة العيد لما بنجهز لبس العيد، ليلة الدراسة برضو نجهز لبس الدراسة، علشان ده في يوم دراسة. احنا بكرة هنقابل أصحابنا، بكرة هنقابل المسات بتوعنا وهنشوف هم مين وهنتعرف عليهم. بلاش ندي طموحات وأحلام رهيبة مش هتحصل. احنا في الدراسة دي في أيام جميلة هتحصل وهو عارف ان ده مش هيحصل. بلاش نتكلم اصلا بزهق عن الدراسة، الدراسة رجعت وهنرجع للقرف تاني. خلينا نتكلم على المدرسة اصلا بطريقة لطيفة. ما اتكلمش قدام ابني بزهق او بان الدراسة دي هتيجي ده مجال للقرف او الخناق. لا، اكلمه على الدراسة دي ان هنرجع ننظم وقتنا، احنا هنعمل حاجات كتير مع بعض. مهم جدا استغل الوقت ده ان انا اجهز نفسي انا وابني ان احنا نعمل كواليتي تايم مع بعض. كواليتي تايم ده في ظل العام الدراسي وزحمة الدراسة والهوم ورك، ولو كمان بقى معاها تمارين، الطفل بيلاقي نفسه طول الوقت مستني يلا عشان نلحق، يلا عشان تلحق تاكل قبل ما تنزل التمرين، يلا اعمل الهوم ورك عشان في تمرين، يلا بسرعة نخلص عشان هننام بدري، يلا نلحق ناكل، يلا نلحق ننام، يلا نلحق ننزل، يلا يلا يلا. طول الوقت هو بنلحق. يا ريت نستنى بقى وقت نعمل فيه كواليتي تايم مع بعض. تعالى نعمل حاجة في الدراسة سوا ملهاش علاقة باليوم الدراسي أو السرعة وإن إحنا نلحق. تعالى نتكلم مع بعض. إحنا الربع ساعة دي هنحكي فيها سوا، أنا أحكي لك أنا عملت إيه في يومي وإنت تحكي لي أنت عملت إيه في يومي. مفيش عطلة أبدا إن إحنا نقعد نلعب مع بعض ربع ساعة في اليوم الدراسي. لازم نعمل كواليتي تايم مع أولادنا في الدراسة عشان هم نفسهم يحبوا الدراسة، ما يحسوش إن المدرسة دي بتيجي من هنا بتاخد كل المتع اللي في الحياة من هنا. المدرسة في حد ذاتها تقيلة على الطفل، ما خليش أنا كمان كأهل أزود حمل الطفل. كل سنة وانتم طيبين وعام دراسي سعيد.